ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفة، والنهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا في الطيران اسمها التيك اوف سبيدز. دي بتبقى عبارة عن سرعات معينة في التيك اوف. اما بنيجي نطلع في التيك اوف بيبقى في سرعات معينة اسمهم V1 VR و V2. فدول بيبقوا على حسب حاجة معينة. فاحنا النهاردة هنشرح الحاجة دي، وفي الاخر الفيديو ده هتكونوا فاهمين 100% يعني ايه التيك اوف سبيدز وكل واحدة معناها ايه، عشان ده هيساعدكم جدا لما تيجوا تطيروا ان شاء الله. اول واحده عندنا في التيك اوف سرعه اسمها V1. يعني ايه V1؟ V1 هي الديسيجن سبيد، يعني هي السرعه اللي انت بتاخد القرار. يعني انت بتاخد القرار هل انا اكمل التيك اوف ده بتاعي ولا لازم اوقف في الرانوي، عشان ساعات بنبقى نحتاج نوقف في الرانوي. ده على حسب مثلا لو حصل اي مشكله، لو مثلا حصل انجن فيلير، لو بيرد سترايك، لو اي حاجه مثلا حصلت قبل V1 سبيد دي ممكن توقف الطياره. فدي بتبقى بناء على ايه؟ دي بتبقى بناء على فاضلك مسافه قد ايه في الرانوي، وبناء برضو على وزن الطياره بتاعتك. فوزن الطياره بتاعتك، عشان احنا عارفين ان كل ما حاجه تبقى وزنها كبير كل ما بتحتاج مسافه اطول عشان تطلع طياره. يعني بتبقى محتاج مسافه اطول عشان تبدا تطلع لو هي وزنها تقيل جدا، ولو حاجه وزنها خفيف قوي هتطلع في قليل جدا في ولا حاجه. ف فالفي 1 سبيد دي بتبقى بناء على وزن الطياره ومسافه الرانوي اللي فاضله. فلو حصل اي مشكله قبل في 1 نقدر نوقف الطياره في الرانوي في الوقت الصح ومش هيحصل مشكله. يعني مش هنعدي في اخر الرانوي. ولو حصل مشكله بعد في 1 يبقى كده لازم نطلع، مهما كان لازم نطلع، عشان لو ما طلعناش ممكن الطياره تطلع بره الرانوي وما تعرفش تكمل التيك اوف بتاعها. فدي بتاخد القرار ماشي. بالنسبه للفي ار، في ار دي هي الروتيشن سبيد. روتيشن سبيد هي السرعه اللي انت بتبدا تطلع فيها. دي ما فيهاش اي حاجه صعبه، دي بكل بساطه هي السرعه اللي انت بتبدا تروتيت الجناح بتاعك. يعني الجناح بتاعك هنا انت بتبدا ايه؟ تطلعه كده. فاما تطلع اما الجناح يعمل روتيت كده، دي بنسميها في ار او روتيشن سبيد. هي في اصلا معناها ايه؟ معناها فيلوسيتي. يعني فيلوسيتي يعني معناها سرعه ماشي. بالنسبه ل V2، V2 هي safe climb speed with one engine inoperative. يعني ايه؟ يعني V2 هي بتقول لك ان دي السرعه ان لو انت حصل لك engine failure، يعني لو انت عندك واحد محرك مش شغال، يبقى ايه اللي هيحصل؟ لازم دي السرعه اللي لازم تكون عندك على الاقل السرعه دي عشان تقدر تطلع بسلام. يعني تقدر تطلع كويس، تطلع من غير ما الطياره تقع وتبقى حاجه اسمها بوزيتيف كلايم. بوزيتيف كلايم يعني انت طالع بطريقه مش بتوقعك، يعني انت طالع ب كلايم ريت يعني كويس ماشي. دي بالنسبه ل V2. يعني انت مثلا نقول V2 هي مثلا 150 نوتس 150 نوتس ماشي. لو حصل لك انجن فيلير انت لازم وانت بتعمل تيك اوف، انت خلاص طلعت في تيك اوف. دي اصلا بتبقى ايه؟ بعد الفي 1. فانت خلاص مش هتوقف الطياره، انت طالع كده كده. حصل لك انجن فيلير لازم تمينتين في 2، مينيمم في 2 ماشي. يعني في 2 هي قلنا 150 نوتس، يعني انت لازم تبص على سرعتك وتتاكد ان هي على الاقل 150 نوتس عشان تقدر تطلع كويس. لو اقل من 150 نوتس تلاقي الطياره ممكن تقع منك. فهي V2 لازم تمينتين V2 على الاقل عشان لو حصل لك انجن فيلير. بس طبعا في العادي ما بيحصلش الحاجات دي. يعني يعني ما بيحصلش الانجن فيليرز الحاجات دي، عشان دلوقتي بيركزوا قوي ان هم يخلوا الطيران سيف جدا، والانجنز تبقى معموله ومتمرن ويعني معمول لها تيست كويس جدا. فيعني ده لو حصل احنا في الطيران بنشوف لو حاجات حصلت نعمل ايه عشان نبقى جاهزين لكل الحالات مهما كانت. فبكل بساطة هم دول 3 تيك اوف سبيدز اللي عندنا. دول بتستخدموهم اكتر في الايرلاين. يعني لما تيجوا تشتغلوا في شركة طيران، في الايرباص وفي البوينج وفي الطيارات الكبيرة بيستخدموا الحاجات دي وبيحطوها في الكمبيوتر بتاع الطيارة اللي هو الاف ام سي او الام سي دي يو، اللي هو الكمبيوتر اللي في الطيارة، عشان
الطياره نفسها تبقى عارفه السرعه دي، فانت بتجيلك السرعه دي بتحطها وبس كده. فبكل بساطه هم دول ال 3 تيك اوف سبيدز عندنا. شكرا جدا، اتمنى انكم اتعلمتوا حاجه جديده النهارده. برضو انتوا عارفين، هقول لكم حاجه، انتوا عارفين ان دراسه الطيران هي غاليه طبعا، صح؟ كلنا عارفين دراسه الطيران غاليه جدا، بس في طريقه انكم ممكن ما تدفعوش كميه الفلوس دي في دراسه الطيران. عشان دلوقتي معظم الطلاب الطيران بيعملوا ايه؟ بيخشوا دراسه الطيران، بيدفعوا كل حاجه، بس ايه، ساعات بتبقى صعبة جدا، بتبقى صعبة جدا بالنسبة لهم، فبيقعدوا يحتاجوا يمتحنوا زيادة، يمتحنوا تاني، مثلا لو فشلوا امتحان يمتحنوا تاني، او ياخدوا كورس زيادة اللي هو الجراوند سكول بنسميه، حصص زيادة قصدي. فالحصص الزيادة دي بتبقى غالية بطريقة، يعني بتبقى غالية جدا. يعني بنتكلم في مثلا الحصة ممكن تبقى ب20,000 مثلا، حاجات يعني الحصة بتبقى غالية جدا. ف فانا عملت لكم كورس في skyprepacademy.com، خشوا عليه، ده هيجهزكم لدراسة الطيران 100%، عشان ما تبقوش ايه تدفعوا فلوس زيادة. فانتوا لو عايزين تدفعوا فلوس قليلة وتتخرجوا من غير ما تدفعوا اي حاجة زيادة وتضيعوا فلوس كده، خشوا على الكورس ده، تدفعوا مرة وبس، هتجهزوا وتتفرجوا وانتوا قاعدين في بيتكم. ممكن تبصوا على الفيديوهات، انا عامل 8 فيديوهات 16 لسن بس. شوفوا كده الويب سايت واشتركوا معايا في skyprepacademy.com، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.